انتوا متخيلين الفيديو اللي انتشر بتاع الحريق بتاع مدينة الملاهي كان ممكن يروح فين بغلطة صغيرة جدا من الراجل اللي بيشغل اللعبة دي؟ انتشر فيديو شكله غريب وكان ممكن يخلي ناس كتير تفكر في الموضوع، من الناس بالذات اللي ما بتحبش تركب الألعاب في الملاهي. الفيديو ده كان على عربية اللي هي بتبقى في الساقية، احنا بنسميها الساقية عندنا، اللي هي عبارة عن عجلة كبيرة دايرة كده والناس بتركب فيها وبتبدأ تطلع وبتلف في المساحة بتاعتها حسب القطر بتاع كل لعبة. في كل مدينة ملاهي بيختلف من لعبة للتانية. في مدن بيبقى فيها القطر بتاع العجلة دي كبير قوي وبيلف على ارتفاع كبير جدا وعدد العربيات اللي فيها بيبقى عدد كبير. انتشر بقى فيديو انه في حريق حصل في واحدة من مدن الملاهي اللي مشهورة جدا ومشهور عنها الامان الزايد قوي، انها كل سنة بيتغير فيها الحاجات بتاعة الملاهي دي، او بالذات تحديدا العجلة دي لانها بتتفكك تقريبا كل سنة وبتبقى تكلفتها عالية جدا انها تتفك وتتركب كل سنه. بس هم مشهور عنهم ان هم بيعملوا كده. الكلام ده في مدينه في المانيا. المانيا مشهوره جدا بانها بالذات في عجله فيرس عشان تامنها كويس قوي لازم تفكها كل سنه، وناس كتير من اللي عايشين في المانيا قالوا الكلام ده. وبيبقى في جنبها كده حاجه زي كونتينر بيحطوا فيها الحاجات نفسها بتاعه العجله ويبداوا يفككوها ويجمعوها كل سنه وبيعملوا لها صيانه. بس للاسف الفيديو ده انتشر عن عربيه اتحرقت، انتشرت فيها النار بالكامل في العربيه دي تحديدا وكانت فوق. الموضوع طبعا لثواني معينه لو مشغل اللعبه اللي قاعد بيشغل اللعبه ده شاف المنظر ده، وطبعا العربيه وهي فوق في الهواء ومشتعله بالنار، كان الرد الفعل البديهي اللي هيجي للراجل مشغل اللعبه لو هو حد بيفكر عادي انه هينزل العربيه دي عشان يلحق الناس اللي فيها، او على الاقل يلحق الناس اللي باقيه موجوده في بقيه العربيات، انها ما ينتشرش النار بزياده في وسط العجله كلها لان النار كانت منتشره في عربيه واحده بس. فكان رد الفعل البديهي ان هو هينزل العجله دي علشان تبقى موجوده تحت عنده ويبدا يطفيها اول ما طافي تيجي وتبدا تتعامل معاها، لكن هو فضل سايبها فوق في الهواء علشان الناس بتوع المطافي يجوا يتعاملوا معاها بنفسهم ويعرفوا ازاي يطفوها. لانه كان بغلطه صغيره جدا في الموضوع ده ان هو كان هيبدا يلف العجله علشان تنزل من فوق لحد تحت، يعني تقريبا العجله هتلف 180 درجه، كان اتجاه الرياح اللي جاي ممكن ينشر النار اللي موجوده في العربيه دي في بقيه العجله كلها وكان هيبقى فيه خسائر كبيره جدا. الموضوع كان لازم يتلم بنفس الطريقه اللي الراجل ده استنى عليها لحد ما الناس بتاع المطافي جت والعربيه كانت موجوده فوق، وفعلا النار كانت موجوده في العربيه دي بس وما انتشرتش في العربيات اللي حواليها لان هو اتصرف التصرف ده. وبدات المطافي تيجي في ساعتها وتتعامل مع الموقف وحصل شويه اصابات بسيطه لاربع اشخاص، وفي ناس قالوا ان هم شموا الدخان بتاع النار دي وفعلا راحوا المستشفى بعدها علشان يتم معالجتهم منها، لكن الموضوع ما كانش فيه حالات اكبر من كده وكانت الاصابات بسيطه الى حد ما عشان التصرف الذكي جدا بتاع الراجل ده في انه ما نشرش النار لبقيه العجله اللي حواليها. المشكله هنا كانت هتبقى اكبر بكتير جدا وتتنقل لحته ثانيه اكبر لو كان التصرف ده فعلا ما اتعملش زي ما هو بالطريقه دي، انه العربيه تفضل فوق مكانها وما يلفش العجله نفسها عشان اتجاه الرياح ما ينشرش النار في بقيه العربيات ويحصل كارثه كبيره جدا. بس اللي حصل في الوقت ده انه العربيه دي اتقال عنها انها كانت عربيه فاضيه وما كانش فيها ركاب، وده اللي خلى ما يحصلش اي مشاكل اكبر للناس اللي موجوده. هو كانت الناس موجوده في بقيه العربيات حواليها عشان كده الاصابات البسيطه دي حصلت لبقيه الناس. طبعا ربنا يسترها على الناس كلها، بس يا ريت نتعلم المواقف دي ان احنا نبقى مركزين كويس قوي وندي اصحاب الخبره الفرصه ان هم يتعاملوا مع المواقف اللي زي دي، علشان التعامل في المواقف دي من اي شخص ايا كان بطريقه مختلفه غير اللي المفروض تحصل ممكن يكبر المشكله بطريقه كبيره جدا. انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو ده عشان نتعلم ازاي نتعامل مع المواقف اللي ممكن تكون صعبه بالطريقه دي، واكتب لي رايك في كومنت لو انت عندك طريقه تانية للحل في مشكله زي كده.